اهلا بيكم. حلقتنا النهارده او موضوعنا النهارده بعنوان اكبر فاتوره. طبعا حضراتكم اكبر فاتوره دي غير فاتوره الكهرباء او فاتوره الغاز او فاتوره الميه. لا، اكبر فاتوره حياتيه، اكبر فاتوره بتعيشها، اكبر فاتوره بتدفعها. وللاسف ان الفاتوره دي بتدفعها كل يوم. يعني فاتوره الكهرباء بتدفعها كل شهر برغم انها غاليه، او فاتوره الغاز او فاتوره الميه. لكن حضرتك النهارده في فاتوره يوميه بتدفعها، ويمكن كمان بتدفعها كل ساعه. الفاتوره دي هي اللي بتدفعها الاسره المصريه عشان تقضي يومها. معركه بتخوضها الام المصريه وبيخوضها الاب المصري عشان يا عيني يقدر يعدي يومه ويوم اولاده. التزاماته، اساسياته، الحاجات الاساسيه المطلوبه منه كل يوم. لانه ببساطه كده مطلوب منه 3 وجبات في اليوم، مطلوب منه مصاريف العيال هم رايحين المدرسه، مطلوب منه نوع دواء معين هو بياخده شفانا الله واياكم، او عنده زوجته محتاجه الدواء، او حد من الاسره محتاج الدواء. حضراتكم دي معركه يوميه بتخوضها الام المصريه والاب المصري عشان يقدر يقضي يومه. من اول ما يبدا اليوم حضراتكم وهو نازل يا عيني، على رأي واحد قالك ما يبقاش عارف لابس الشراب فردة من الشمال وفردة من اليمين، وماشي يا عيني يكلم نفسه في الشارع عشان يقدر يسدد الفاتورة اليومية بتاعته. كذلك الأم المصرية اللي بتتحايل على البيت، بتتحايل على العيشة بحيث إنها تقدر توفر أكل شبه صحي، بعد أصلا حكاية الأكل الصحي منعدم مع الأسرة المصرية عشان خاطر تغذية أولادها. حضراتكم الفاتورة الكبيرة دي بتدفع كل يوم كل يوم. معنى كلامنا حضراتكم إن الحالة دلوقتي أصبحت صعبة، وكلمة صعبة يمكن عشان قليلة عشان تعبر عن حالة الأسرة المصرية. أصعب مما تتخيل حضرتك. الأساسيات البسيطة، لو 3 وجبات من أقل شيء محتاج مبلغ دخلك مش هيكفي، وانت مش مخلي يا عيني ولا الزوجة او الام او الاب بيكفوا، بيخشوا حرب حقيقية من اجل قضاء اليوم عشان خاطر يفضل صامت. وبرغم ده محدش سائل فيه. حضراتكم الوضع الأسرة يعني بتتحمل أكتر من طاقتها. مش هنقدر نكمل بالشكل ده، لابد من وقفة. مش معقولة حضراتكم، يعني الأسعار غريبة. عجبني والله أو لمس قلبي واحد خارج على وسائل التواصل الاجتماعي بيشاور بإيده يا عيني، يقول ابني اتحرم من البيضة، لأن البيضة أصبح ثمنها 7 جنيه أو 7 جنيه ونص. يعني ابنه اتحرم من البيضة. حضراتكم اللي تمن البيضة كان جنيه أو نص جنيه من فترة قريبة. طيب يعني مش قادر يوفر تمن البيضة، لأن لو أسرة فيها طفلين 3 محتاجين على الأقل 30 جنيه بيض عشان يفطروا الأولاد بس، والأب والأم يا عيني يتفرجوا عليهم. ارتفاع الفواتير العادية، فواتير الكهرباء وفواتير المية وارتفاع الأكل والشرب خلى الأسرة المصرية بتدفع الفاتورة الحياتية كل يوم. معركة إثبات وجود، معركة إثبات وجود كل يوم. الأسرة بتحاول إنها تكمل يومها واليوم التاني واليوم اللي بعده، كله ضرب 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 ضرب، مفيش شتيمة خالص. كنا بنشكي لما بتيجي فاتورة الكهرباء غالية أو فاتورة المية غالية، لكن أصبحت الفاتورة دلوقتي حضراتكم يومية يومية بيدفعها الأب والأم من دمهم ومن تعبهم. حضرتك لو كان عندك صديق حاقد، يعني
ويتصل بيك ويقول لك عامل ايه. هو مش بيتصل يطمن عليك، هو يتصل بيك عايزك يعرف انك انت لسه ماشي على رجليك ولا لا، لسه قاعد على كرسي متحرك ولا لا. اللي بيحصل يا اخوانا نهاية لكل أسرة. الأسرة هتقدر تكمل ازاي بالشكل ده؟ الشريحة الكبرى من أهل مصر، احنا بنتكلم حضراتكم عن الناس المصريين العاديين، أهل مصر مش أهل إيجيبت، بيخشوا معركة يومية كل يوم لإثبات الوجود. الله أعلم هتنتهي منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيح عنا الغمة ويرجع مصر لأهلها وأحضانها، ترجع مصر لأحضان أهلها، عشان خاطر كده الناس جابت أكتر من آخرها. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.